بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. نحن كما قلنا تمنينا لسعد العثماني رئيس الحكومة الجديد كل التوفيق في المهام ديالو. حنا في الأسرة والمعاصرة تمنينا التوفيق للسي سعد العثماني، ولكن تبين وبالملموس أن بعض القياديين بين مزوجتي في حزب العدالة والتنمية يتمنون الفشل لسعد العثماني، لأن أبعدهم من تشكيلة إلى آخره. منهم واحد جوج البانديات صحاح كبار يعرفون أين تؤكل الكتف، منهم الشباني رئيس جهة العصافيلات اللي بالمناسبة كنقولوا وجد راسك راه ما غاديش تبقى رئيس الجهة، ما فيهاش على حسابنا حنا. ثم بغيت نركز مزيان على الرباح وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، هذا خرج لي هانشان ما عجبوش الحال. علاش ما كاينش من طرف الوفد المرافق لسعد العثماني؟ قبل ما نرجع للرباح، السي عثماني راك ارتكبت خطا، لان العاهل الكريم عينك انت رئيسا للحكومه، ما عينش معاك الرميد ولا يتيم ولا الداودي، وكلهم انتقدناهم. الرميد فضائح ديالو في وزاره العدل كيصيفط تفتيشيه غير الناس اللي بغا، واللي ما بغاش راه كيرد عليهم. وعزل قاضي هيني اللي مجلس الدستوري المحكمه الدستوريه برأته في ديك التهم، يعني عنده جوج العيالات وقيله ثلاثه والرابعه، يعني مسائل راه كنعرفوا الشاده والفده عليه. ثم كذلك يتيم، راه قلت لك ودى السي العثماني راه كاين انسان مفسد اللي كان في الملاد، الاخلاق ديالو كانت اخلاق متدنيه، والسي الضابط القضائيه قلبوا راه قلنا هاد القصه صدعتنا. ثم كون الداود عنده حتى فضائح في وزاره ديال التعليم العالي. اذا هذا باش نمشيو معاك وزايدون المفاوض الاول والوحيد هو انت. نرجع للرميد. الرميد قال لك اسيدي البارح، قال لك اسيدي وهو كي يعني الاسرى والمعاصره والاحرار، قال لك مجموعه من الانتهازين واللصوص. قال لي اللصوص نديت والله ودا السير الرباح ما كانش يشفر قدك انت. انت الرباح اكبر شفر عرفته وزاره التجهيز والنقل، اكبر باندي عرفته التجهيز. انا كنهضر غير على راسي، انا نقارن بيني وبينك انت. انا ولد مخازني رحمه الله عليه، خدم لاندوشين والطاليان والالمانيا وكذا الى اخره، on a été toujours propre اللي كنا صغار ولاد مخازنيه افيك لو ميغ سالير ديما نخيم. وكان واحد خويا الله يرحمه اكس ميليتير طلب ديال سيدي مريم كيسموه في قيمه حوشيكي. حوشيكي يعني حا صغير ديال محمد موحى حوشيكي مع شيكي، يعني ديما بروبر الاج ديال 85 هو غادي ولا بروبري بقات هي وحنا ما عارفين داكشي. وانت ولد العواشره ديال القنيطره كنتي موسخ، كنتي ما كنعرفش تلبس، والحوايج اللي كتلبس واحد الحوايج ديال يعني لا ديري كاليتي وبالكبوط وكذا. ودابا وليتي ملياردير، ما كاينش شي لص اكبر لص اكبر شفار اكبر باندي عرفاتو الحكومه ديال بلكير هو انت. وتقدر تقول لي شحال شديتي على صحاب تركيا اللي عطيتيهم ديك الصفقه ديال طريق السير ديال الاسفين اللي ما عمر ديال مو كاع ديك الطريق كاع تقاد كاع ديك الطريق كاع نهائيا. فضائح حتى هو الفضائح باش تعرف يا الرباح ملي تبغي تهضر تفهمك، ما تتكلمش على الاسياد الاسرى والمعاصره والاحرار. راه الاحرار خنوش راه ملي كبر هو عاش في جلده غارق، وزاد الله خير خير لان انسان متمكن وزوين. الاسرى والمعاصره ما عمرنا شفت الياس العمري كيجبد شي واحد بالعيب. اتحدى اي واحد في البي جي دي يقول لنا ها شريط فاش الياس العمري كيسبنا ولا كيشتمنا. وانت يا الرباح يا الباندي فين ما كتنتهز الفرصه الياس عمري كذا كذا كون متخلق شويه زعما راك وزير وكذا ولكن فين غادي نقول لك. كيقول لك واحد المثل، الا تلاقيتي مع واحد مسكين وكان لاباس عليه 10 معاه راه الخير فيه كاين، لان مسكين تلات به الايام. وإلا تلاقيتي مع واحد لاباس عليه وكان مزلوط غير بعد منه راه باندي ولد الحرام. انت اكبر مثال، كنتي مزلوط وليتي لاباس عليك بتاع حراميات وبتاع شفار. نخرجوا هذه انا وياك. اللصوص ماشي الاحرار، اللصوص ماشي الاسرى والمعاصره، اكبر لص في الحكومه ديال بلكيان هو